مشاهدينا الكرام الحاضرون والمتواجدون معنا هنا في قاعة الشاعر إسلام بن علي الثقافي، نستقبل الآن الشاعر الثالث معنا في هذه الأمسية الشعرية، ونذهب إلى مديرية عسيلان، ومن هناك نسمع تحية للشاعر عبد الله عبد القادر القبالي. أهلا وسهلا بك يا عبد الله، ونتمنى لك التوفيق. امطري يا غيمة الابداع واروي كل ضامي، دم رعد الحرف يقصف والادب يبرق مخيله، لبقاع الفكر نخلة شعر موليها اهتمامي، دوم تثمر بالفرايد والعبارات الجزيلة، من بعيدتي لها بالما مع ان الجو حامي، صرت بديها على نفسي وهي ما هي بخيلة. امطري يا غيمة الابداع واروي كل ضامي، دام رعد الحرف يقصف والادب يبرق مخيله، لي بقاع الفكر نخلة شعر موليها اهتمامي، دوم تثمر بالفرايد والعبارات الجزيلة، من بعيد آتي لها بالما مع ان الجو حامي، صرت بديها على نفسي وهي ما هي بخيلة. من بعيد آتي لها بالما مع ان الجو حامي، صرت بديها على نفسي وهي ما هي بخيلة. يا هجوس الشعر تكفي سامريني لا تنامي، انفخي جمر القصايد وازهميه شد حيله، دلت حروفي خذيها معك للصف الامامي، واسقي الجمهور بالابداع ينفح زنجبيله، بك حضرت وبي حضرتي، لك سند وانتي حزامي، جمليني في عيون الشعر تكفي يا جميله. قصيدة المشاركة بعنوان كنز المبادئ. الصاع صاعك وانت هو في الكيل ولا طففه، تلقى الجزاء من جنس ذاك الفعل يأتي لا محال، اطلق عنان الضوء في وجه السنين المكسفة، اذخر من القوة ضعفك في مقابيل الليال، مهما خفيت القبح خايف للمرايا تكشفه، بكرة تجي مرآة تعكس فيك قبحك والجمال، ازرع بيدك ذي تحب انك لنفسك تقطفه، عن قرب ولا بعد بتطعم محاصيل الغلال، عرفت هذا الامر وايضا كل واحد يعرفه، مثل الجواب اللي تسابق خطوته طرح السؤال. يا تاج راسي يا ضياء العين لا جيت اوصفه، يا انت وش يعني انا الا ولي فيك اتصال، يا تاج راسي يا ضياء العين لا جيت اوصفه، يا انت وش يعني انا الا ولي فيك اتصال، بذلت لاجلي كل جهدك في الظروف المجحفة، خشونة كفوفك دلالة تسكت افواه الجدال، بذلت لاجلي كل جهدك في الظروف المجحفة، خشونة كفوفك دلالة تسكت افواه الجدال، على كتوفك شلتني لاخر حدود المعرفة، لولا جهودك ما نحت الشعر في صدر الهلال، على كتوفك شلتني لاخر حدود المعرفة، لولا جهودك ما نحت الشعر في صدر الهلال، أبي هديتك من بياني كل كلمة مرهفة، يا نور درب الشعر يا سرعة بديهية سجال، الأب كلمة قول جملة قول ذا نعت الصفة، يا سيبويه أحرجت استاذي بتفنيد الخصال، الأب كلمة قول
جملة قول ذا نعت الصفة يا سيبويه أحرجت أستاذي بتفنيد الخصال كنز المبادئ في شعوري كل يوم استكشفه يشع فيني من سنا وجهه ضياء في كل حال دايم يقديني طريق الخير قبل استوصفه يأمر وينهاني وانا كلي تواضع وامتثال اقبل اقدامه وشم العطر فيها وارشفه واذا بغى يمشي اقطع له من خدودي نعال اعانق دايم يقديني طريق الخير قبل استوصفه يأمر وينهاني وانا كلي تواضع وامتثال اقبل اقدامه وشم العطر فيها وارشفه واذا بغى يمشي اقطع له من خدودي نعال اعانق الدمع بعيوني قبل عينه تذرفه واصب صوته في ضما روحي اذا نادى تعال اعانق الدمع بعيوني قبل عينه تذرفه واصب صوته في ضما روحي اذا نادى تعال في زحمة الناس افهم المطلوب في همس الشفة كأنما اذني وسط عيني وتسمع وش يقال يا كثر خوفي ان تفاجئني السنين المؤسفة واشوف من تقصير نفسي شيء لا يخطر ببال كل التعامل دين يبقى عند من يتسلفه قدم لابوك اللي تبى بكره يسووه العيال صح لسانك شاعرنا عبد الله عبد القادر القبالي من مديرية عسيلان. نستمع نحن وإياك الآن إلى رأي لجنة التحكيم ونبدأ بك يا أستاذ فهد الخليفي. حياك الله. الله يحييك يا أستاذي. عبد الله عبد القادر نحييك ونحيي الوالد وحياكم الله. الله يحييك. ولا نقول إلا خيرا رزقك الله بره وفارك البيرق إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا للأستاذ فهد الخليفي. نستمع الآن إلى رأي الأستاذ محمد سالم الأحمدي. حياك الله يا شاعرنا عبد الله عبد القادر القبالي. أنا أولا أحيي والدك وأعتقد أنه يشعر بالفخر ليس هو فقط بل حتى نحن نشعر بالفخر بالشاعر الرائع عبد الله عبد القادر القبالي وهذا النص الثري الرائع تصويرا. طبعا بالنسبة لعبد الله أعتقد أنه منذ اليوم الأول أجمع الجميع هنا على أنه يعني نستطيع أن نقول رسام نحات. يعني بالنسبة للتصوير هو صورها غير عادية صور خرافية صور حديثة جدا. في البيت الرابع عشر تصوير خرافي خرافي خرافي. أعانق الدمع بعيوني قبل عينه تذرف وصب صوته في ضما روحي لا إله إلا الله. شوف الجمال يعني تصوير بديع جدا. وصب صوته في ضما روحي إذا نادى تعال في زحمة الناس افهم المطلوب في همس الشفة كأن إذني في وسط عيني. جميل وصورة جديدة. الختام أعتقد أنه كما يقال ختام في محله. كل التعامل دين يبقى عند من يتسلفه. قدم لأبوك اللي تبى بكرة يسووها العيال. الله يطول ويحفظ عمر أبوك ويرزقه برك ويرحم والدينا أجمعين. شكرا للأستاذ محمد سالم الأحمدي. نستمع الآن إلى رأي الدكتور أحمد ركنان. مساء الخير يا عبد الله. مساء النور. استهلال جميل. بدأت قصيدتك بالحكمة وهذه بداية هي تهيئ المتلقي لحقائق أخرى قادمة في النص. التضمين في البيت الثاني تضمين الحديث النبوي اظهر من القوة لضعفك في مقابل الليال. نعم. وهنا تضمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5. عبد الله أهلا وسهلا. اقرأ البيت الثالث عشر. أقبل أقدامه وشم العطر فيها وارشفه وإذا بغى يمشي أقطع له من خدودي نعال. في صدر البيت لم تكن موفقا في هذا التوظيف. كيف يا دكتور؟ لأن هذه الألفاظ لا تتناسب مع جلالة الأب وعظمة الأب.
كيف من أي ناحية؟ هذا تعابير غزلية دائما نجدها عند شعراء الغزل، أشم العطر فيها وارشفة. هذه تعابير غزلية لا تتناسب مع جلالة الأب ومقامه. نعم. نصك جميل ويعج بالصور الجمالية، أتمنى لك التوفيق. شكرا للدكتور أحمد ركنان. نستمع الآن إلى رأي الأستاذ عوض أبو حربة. مساك الله بالخير يا عبد الله. مساك الله سيد. وحفظ الله أباك عبد القادر الحاضر الليلة معنا ورزقه برك. في البيت الثالث دعني أنا أقف عند الرموز الظاهرة، أو أقصد يعني البارزة الأكثر في هذا النص. في البيت الثالث مهما خفيت القبح خايف للمرايا تكشفها. هذه الصورة التي وكأنك استقيتها من قول زهير بن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. جميل جدا يا عبد الله، وأنا أحييك ولك جل شكري وامتناني يا عبد الله. شكرا لجنة التحكيم، شكرا لك يا عبد الله عبد القادر القبالي، نتمنى لك التوفيق.